طبعا كلنا في الفترة الأخيرة سمعنا عن صفقة حامد حمدان لاعب نادي بتروجيت، اللاعب الجوكر اللي بيلعب في كذا مركز. اللاعب دوت يمكن من أسبوعين فاتوا محدش يعرف اسمه ولا كان بيلعب فين أساسا. دلوقتي الإعلام الرياضي المصري الجميل ضخم اللاعب تضخيم غير عادي. كلنا نعرف نادي قطر القطري. نادي قطر القطري يا باشا اللي رئيسه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الثاني. الراجل الطيب دوت لما الاهلي كان عنده بدر بنون مش عارف يخلص منه ازاي، اصاباته كتير وبتاع، راح نادي قطر القطري بمنتهى الشياكه دافع 2.5 مليون دولار وواخد بدر بنون. بيرزي تاو كان عامل دوشه في الاهلي وخناقات مع المدرب ورافض دكه الاحتياطي، جه نادي قطر القطري بمنتهى الشياكه خده على هناك. احمد عبد القادر ملوش مكان في الاهلي، مارسيل كولر ما بيحبش لجان الاهلي وبيطلع يهاجمهم اللجان المصطنعه. جه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز خده على نادي قطر القطري. دلوقتي لما نادي الزمالك دخل في صفقة حامد حمدان واصبح خلاص قريب من الزمالك لان الاهلي مش عايزه، راح الشيخ عبد الله بن عبد العزيز مقدم عرض النادي بتروجيت عشان ياخد حامد حمدان. وطبعا رئيس نادي بتروجيت اللي هو جمال فوزي حبيب وصديق الكابتن محمود الخطيب دلوقتي داخل بيقول ان احنا هنحسم الصفقة حسب رغبة اللاعب. احنا حسمنا صفقة احمد رضا قبل كده لما كان الزمالك عايزه كان عارض 30 مليون جنيه، حسمناها للاهلي، الاهلي دخل بنفس القيمة، ولكن رجعنا لرغبة اللاعب اولا، ثانيا شعرنا بجدية الاهلي في المفاوضات. طبعا كلنا عارفين ان احنا دلوقتي عايشين في وسط انديه اسمهم شركاء الاهلي، نادي سيراميكا كليوباترا، نادي مش عارف ايه، نادي زد، كلهم حبايب الكابتن محمود الخطيب. الاهلي مطلع رديف من اللعيبه بدل ما يرميهم ببلاش، روح يا ابني على سيراميكا، روح يا ابني على زد، روح يا ابني على انبي، وقت ما يعوزهم الاهلي تليفون يرجع اللعيبه دي زي ما كانت. ده النظام اللي عايزه النادي الاهلي. انما في هجوم اعلامي شديد دلوقتي على ادارة نادي البنك الاهلي لانها متعاونة مع الزمالك، لان البنك الاهلي والزمالك وصلوا لاتفاق ان مصطفى شلبي وسيد نيمار هيروحوا لنادي البنك الاهلي واللاعب احمد ربيع هيروح نادي الزمالك. ولكن يبدو ان كابتن محمود الخطيب ليه حبايب برضه جوه نادي الزمالك. مصطفى شلبي رافض العرض ده وعمال يضايق في اداره البنك الاهلي وطالب مبلغ كبير اكبر من اللي بياخده اصلا في نادي الزمالك علشان يروح البنك الاهلي. طبعا ده معناه ايه؟ معناه ان اللاعب نفسه بيماطل عشان الصفقه دي ما تتمش. طيب دلوقتي عندنا لعيب اسمه سيف الجزيري، اللاعب ده عشان جون ادوارد يخلص منه جاب له عروض في الخليج يمكن بمبالغ اكبر من اللي بياخدها في نادي الزمالك. طلع اللاعب صدر الوكلاء بتوعه حازم فتوح على مش عارف مين على بن مين يقول لك لا اللاعب مش هيسيب الزمالك، اللاعب متمسك بالزمالك. ده معناه ايه؟ معناه ان دوت عايز ياخد مكان جوه نادي الزمالك عشان الزمالك ما يجيبش صفقات تانية ونفضل في القرف اللي احنا فيه حاليا. كل دوت بياخدني على المشهد اللي شفناه امبارح كلنا والكابتن محمود الخطيب جوه معسكر منتخب مصر للشباب تحت 17 سنة. الكابتن العظيم اللي بيرفض دعم المنتخب الاول والمنتخبات الاولمبيه لما يبقى جاي المنتخب بيلعب في توقيتات الاهلي عنده راحه عشان يستعد للمباراه ولا حاجه، بيرفض انه يرسل اللعيبه بتاعته للمنتخبات، رايح دلوقتي يدعم المنتخبات، يعني حاجه جميله رغم ان فاقد الشيء لا يعطيه.
ولكن من الواضح ان احنا عندنا المنظومة الكروية في مصر بتربي النشء الصغير والجيل الصغير، ان العظمة والجمال كله موجود في نادي واحد، فهو ده العظيم الوحيد اللي مسموح له انه يدخل لك معسكر المنتخب. فانا بقول لجماهير نادي الزمالك لكم الله ولنا الله، منظومة رياضية في قمة المسخرة والكوميديا.